اول مره اشتغلت مدير كانت عمليه صعبه جدا. كنت صغير، سني صغير جدا، والفرقه بتاعتي كلهم اكبر مني، محدش قابلني خالص. كانت عمليه صعبه جدا، لطشت ولبخت كميه تلبيخ، وقعت 60 مره. محدش علمنا يا جماعه. كل حاجه ليها فن وليها اصول، والقياده ليها اصول. قياده اولها شخصيه، وهنتدرب معاك، هنعلمك تتدرب ازاي يكون عندك الشخصيه. والشخصيه مش بالكلام، مش بالمنظره، بالفعل. هتتعلم تعمل حاجات معينه في حياتك، يبقى عندك الحواديت بتاعتك، ترجع بعد كده تتكلم قدام الناس. انا عملت الكلام ده بايدي يا شباب. لو حد منظر عليك وعمل فيلم، هتعرف تشمر كده القميص بتاعك وتنزل جوه الملعب تعمل اللي انت عايزه بالظبط. تتعلم ازاي تكون قائد فعال وانت في اصغر سن، لان النهارده على فكره الشركات كلها مش لازم تبقى قائد، تبقى مدير ومنصب كبير وكلام من ده. لا، ده انت من اول يوم متوقع منك يكون عندك الليدرشيب كده تريتس، البيرسوناليتي تريتس، اللي هي السمات الشخصيه بتاعت القائد. هيعرف يتصرف لوحده، هيعرف ياخد اكشن. هتقولي طب انا ما عنديش خبره كافيه. او انا اشتغلت على فكره، في ناس هتبقى داخله معانا، في ناس اوريدي بدات معانا على فكره عنده 10 15 سنه، يقول لي انا عمري ما خدت قرار، كنت دايما في حته الراجل الكبير بياخد قرارات كلها. هتتعلم تعملها، مش صعبه ومش اول مره. تكتشف ان انت عملتها في حياتك مليون مره، واحنا هنفكرك عملتها ازاي تعملها بشكل واقعي. وعلى فكره احنا مش واقفين بقى بس كده، هم 12 خطوه لكل رحله من 5 رحلات. بس جنب كده انت معايا كل يوم، لان عندنا واتساب جروب وفيسبوك بيج كده، جروب كده احنا مع بعض فيها. كل حد بيدخل معانا في البرامج، انا معاك كل يوم. مش عشان حاجه، عشان بحبش دايما اكتر حاجه بتحرق دمي حد يقول لي في الاخر ايه، يا عم ده كلام نظري، يا عم ده الصوانات دي وحايد. لا، كلام واقعي، وانا معاك. كل ما تقع في مطب كده هقول لك هتتصرف ازاي. احنا معاك لغايه لما تعملها. هتبقى قائد من اول خطوه، سواء انت من منصب صغير، منصب كبير، بتغير كارير، بتغير مجال عمل، انت تقدر تبقى قائد في كل حاجه تعملها. تبدا من النهارده ان شاء الله. انجح اكتر.